بصوا يا جماعة، أنا هخش في الموضوع على طول علشان هو بصراحة موضوع مستفز واستفزني أنا شخصيا. وبقالنا كام سنة كده في الحوار ده، فأنا هدخل في الموضوع على طول. بصوا، هو بصراحة هو يضحك وفي نفس الوقت مستفز. مش عارفة بقى تركبوها ازاي مع بعض، مش عارفة. دلوقتي بقينا بنسمع عن لانشون المدارس، استريبس المدارس، كيكة المدارس، جبنة المدارس، النوتيلا المدارس، لانش بوكس المدرسة. وبقى شاغل كل الأمهات وتفكير كل الأمهات ازاي اصحى الصبح بدري واعمل لانش بوكس لابني تليق بيه. يعني محسسين ان هو مش راح يتعلم، ان هو طالع رحلة، طالع مصيف. فهتكلم معاكم في الموضوع ده لان الموضوع ده استفزني بصراحة. وموضوع اللانش بوكس ده بقى من الاساسيات. يعني انا ما بدورش ان ابني راح يتعلم او ان ابني رايح مدرسة الصبح زي زمايله. لا بالعكس، انا بحاول اصحى الصبح بدري عشان اتفنن في صناعة اللانش بوكس، العلبة البلاستيك دي، واحط فيها ما لذ وطاب. اول لما المدرسة تقرب طبعا بنلاقي ان اللانش بوكس ده بقى ترند، زي الماميز كل يوم الصبح تعمل احلى لانش بوكس لابنها او بنتها. فبصراحة انا مش عارفة، يعني انا بفاجئ فعلا بناس بتحط في اللانش بوكس حاجات غريبة، مش حاجات لطالب صغير راح يتعلم او طالب رايح مدرسة. انا بتوصل بعض الحالات ان انا بلاقي الام حاطه لابنها فراخ، مكرونه بشاميل، كفته، وغير بقى الفواكه وغير بقى الحلويات وغير العصير وغير حاجات كتير. بلاقي مكرونه وبانيه، اوقات بلاقي سمك. بتقولك لا، لازم علشان الولد يتغذى ويقضي اليوم الدراسي بتاعه وهو واكل وشبعان. انا عايزه اقولك ان كل ده غلط. ابنك علشان ياكل الحاجات اللي انت مديها له الصبح دي هينام، كل ده هيأثر عليه وهينام. وبرضو كنت شفت بوست على الفيس لمامز، يعني كانت بتشتكي وبتقول على موضوع اللانش بوكس ده ان بنتها كل يوم كانت بترجع بالسندوتشات بتاعتها ما بتاكلهاش. وكنت لما بسألها انت ليه ما بتاكليش، كانت بترد وتقولي بطني كانت وجعاني يا ماما، ما قدرتش اكل. لحد في يوم من الايام لما والدة زميلتها اتصلت بيها وقالت لها يا ريت ما تخليش بنتك تاكل سندوتشات بنتي تاني. فردت عليها وقالت لها ازاي انا بدي لبنتي السندوتشات بتاعتها ما بترضاش تاكلها، ولما بسألها بتقول بطني كانت وجعاني. قالت لها لا، دي كل يوم تاكل سندوتشات بنتي اللي هي زميلتها و... والنهارده اكلت الناجتس والبرجر بتاع بنتي، وبنتي رجعت البيت وهي جعانه. فانا قلت انا فوتت مره واتنين، ولكن قلت لا، لازم اقولك. فقالت لها خلاص تمام، انا هشوف البنت وهرد عليكي، اشوفها فعلا هي عملت كده ولا لا وهرد عليكي. فراحت فعلا سألت بنتها وقالت لها انتي فعلا اكلتي سندوتشات صاحبتك فلانه؟ قالت لها ايوه بكل صراحه، ايوه يا ماما انا اكلت سندوتشاتها، انت كل يوم بتعملي لي بيض وجبنه ولانشون وانا مش عايزه كده، انا عايزه اكل زي اللي زميلتي بتجيبه، اللي هو البرجر والكفته والناجتس والحاجات اللي شبيه ذلك يعني. طبعا الام قعدت متضايقه ومش عارفه تتصرف ازاي، هتتصرف ازاي مع بنتها ولا هتتصرف ازاي مع ام زميلتها اللي مستنيه الرد بتاعها، اللي بالفعل بنتها اكلت سندوتشات زميلتها وقعدت طبعا حزينه وتتصرف ازاي. راحت برضو سألت بنتها وقالت لها هما زمايلك بيجيبوا الاكل ده فعلا في المدرسه معاهم؟ قالت لها ايوه يا ماما، كل واحد او كل واحده بتجيب في اللانش بوكس بتاعها حاجات كتير وحاجات مختلفه. في اللي بيجيب فراخ وفي اللي بيجيب مكرونه بشاميل، وفي يا ماما برضو اللي بيجيب برجر وكفته، وصاحبتي كمان كانت جايبه النهارده محشي، وفي واحده تانية كانت جايبه رز بسمتي وكنتاكي، ده غير الحلويات والفاكهه. وطبعا الست كانت عندها حاله ذهول من اللي بتسمعه، وقالت لها مش احنا اتفقنا اننا ما نبصش لحاجه غيرنا؟ البنت ردت وقالت احنا كلنا يا ماما في البريك بنطلع الاكل بتاعنا ونقعد ناكل مع بعض. في نهايه البوست وانا بقراه المامز هنا اقسمت بالله ان اي اكل بيكون متبقي من الغدا، مثلا
لو متبقي كفتة او بانيه او اي حاجة، وحد من اولادها طلب انه ياخدوا معاه في سندوتشات المدرسة، بتقول كنت برفض على طول. اولا لان الاكل ده ما ينفعش للمدرسة طبعا، ده كفاية ريحته. اول لما طلعوه من الشنطة، السندوتشات دي بيبقى ليها ريحة نفاذة، وازاي زمايلهم يشموا الريحة وما ياكلوش منها، فده بيبقى حرام. انا كنت بستحرم والله ان انا اديهم الاكل ده معاهم المدرسة. حتى الفاكهة كمان كنت بقول لهم لا، لما ترجعوا البيت ان شاء الله تبقوا تاكلوا. وانا بحييكي والله. المشكلة بقى انه مع بداية كل عام دراسي كان زمان كان كل اللي يشغلنا الشنطة، الجزمة، اللبس، وكان من اي محل اسعاره كده بنت حلال ومناسبة لينا. طبعا بنات كان بيبقى فيه توك للشعر لونها ابيض، حاجات بسيطة كده، الشراب اللي لونه ابيض، الجزمة الجميلة. احنا كان على ايامنا الشراب الابيض اللي هو كان ليه دانتيل، كان يبقى نازل كده على الجزمة، كان بيبقى شكله حلو جدا. ولكن حاليا الوضع اتغير خالص خالص، من اول حيرة اختيار اللانش بوكس واللانش باج والزمزمية اللي بالريموت، ولا اللي مش عارفة ايه. لا، وكمان حيرة هنحط ايه في اللانش بوكس، يعني مش شراء اللانش بوكس بس، لا، وحيرة هنحط فيه ايه كل يوم. اصلا حيرة غير طبيعية. ونيجي بقى لبراند اللبس والشوز، لا نجيب ده ولا نجيب ده. انا ابني مش اقل من صاحبه، ولا بنتي مش اقل من صاحبتها، فبقينا نبص بقى ان اللبس لازم يبقى براند. في ايه يا جماعة؟ امال بتطلعوا تشتكوا ليه من الظروف والحياة اللي بقت صعبة على الكل؟ ليه تحملوا نفسكم اكتر من طاقتها علشان ترسموا نفسكم قدام اصحابكم واصحاب اولادكم؟ والله يا جماعة اللانش بوكس بتاعنا زمان كان اكيد كلنا عارفينه. طبعا كان عبارة عن كيس بلاستيك او ورقة وجواها الساندوتش وخلاص، كان جبنة او بيض او حلاوة. وكان يوم بقى لما بابا يبقى لسه قابض والفكة كتير بنجيب اللانشون، واللي كان مننا بيروح المدرسة بسندوتش لانشون ما كانش بيكلم حد اصلا، كان يعني ابن وزير كده في نفسه. اما دلوقتي التكاليف كتير على الفاضي، ليه مش فاهمة. وعلى فكرة اغلب الاولاد بترمي الاكل بتاعها وبيكسروا اللانش بوكس بتاعهم اللي احنا جبناه بفلوس كتير. والله انا بشوف عجايب، يعني انا بشوف لانش بوكس فيه محشي وفيه رز، فيه فراخ، فيه مكرونة بشاميل وفاكهة وعصير، ده غير السناكس طبعا. ولا وشفت كمان على فكرة بيني رز بلبن، ده استحالة يكون لانش بوكس طالب في مدرسة، استحالة. دي صباحية عروسة او اكل مصيف اللي بناخده معانا واحنا رايحين نصيف، ما هو ما اقدرش اقول كده. صدقوني الاكلات الدسمة دي مش بتفيد الطفل في يوم الدراسي طبعا خالص، بالعكس دي بتسبب له خمول وكسل وما بيكونش قادر يركز في الفصل وبيبقى عايز ينام. وكمان دي اكلات صعب هضمها. ولازم كل ده يعني نبدله بحاجة تانية، بحاجة تكون بسيطة وصحية وخفيفة، الولد يقدر يعني يكون قاعد خفيف، مش عنده خمول وكسل وعايز ينام. يعني المفروض ان احنا بديله حاجة خفيفة، وبيفطر طبعا قبل ما ينزل بسندوتش بسيط او بمعلقة عسل، ونديله يا دوب سندوتشين 3 معاه وهو رايح المدرسة. وبرده مع بداية العام الدراسي الاقي كمية قنوات على اليوتيوب والانستجرام والتيك توك كتير قوي عناوينها كلها عن اللانش بوكس. اللانش بوكس في اول يوم مدرسة، وكمان الصورة المصغرة بتبقى مليانة لانش بوكس. ازاي اعمل لانش بوكس اول يوم مدرسة، ده انا محضراه من الفجر، ده انا عاملة فيه مثلثات، عاملة فيه مربعات، عاملة فيه دواير، وعاملة شجرة بالفاكهة. قنوات كتير 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 بلاقيها، وحاجة يعني مستفزة جدا. وكمان عاملة برضو صدفتني قناة حاطة في اللانش بوكس مشويات، حاطة بسبوسة، حاطة حلويات ومش عارفة ايه. في يا جماعة راعوا ظروف الناس شوية، وعلشان ربنا كرمك في قناتك وظروفك المادية كويسة تبقي بالشكل ده. في ناس مش قادرة والله تجيب البيضة، مش قادرة تجيب رغيف العيش، يعني انت متخيلين مش قادرين يجيبوا رغيف العيش، بس عايزين يعلموا اولادهم. ده مش ذنبهم، يعني مش ذنبهم ان هم امكانياتهم ما تسمحش ان هم يعملوا لانش بوكس اللي انا بشوفه على القنوات دي.
او يدوا ولادهم الحاجات الغريبه اللي انا بشوفها وبسمعها دي. السندوتشات يا جماعه طول عمرها كانت جبنه، كانت بيض، مربى، لانشون، حلاوه، حاجات من دي، حاجات بسيطه. ولكن لو عايزين تاكلوا اولادكم الاكل الفظيع اللي بنشوفه ده في اللانش بوكس وهم رايحين المدرسه، اكلوهم في البيت براحتكم لما يروحوا. لكن مش كل واحده بتتباهى بالاكل اللي هي عاملاه لابنها على حساب زمايله، لا ما ينفعش. كل واحدة بقى عايزة توري نفسها لمامة ده والمامة ده ولصاحبة ابني والزميلة بنتي ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعة. والله الظروف صعبة جدا، البيوت يعني اغلبها مقفول على ابتلاءات ومسؤوليات. والله يعين كل واحد على حاله. لو سمحتم من فضلكم حاولوا ما تبعتوش الاكلات دي مع عيالكم المدرسة. رأفة بأولياء الأمور، مش معنى إنهم مدخلين عيالهم مدرسة غالية إنهم يقدروا يعملوا كده كل يوم. صدقوني في منهم كتير بيبقوا عاملين جمعيات ومضيقين على نفسهم في المعيشة بتاعتهم علشان يقدروا يدفعوا مصاريف أولادهم، يقدروا يدفعوا مصاريف المدرسة والدروس والكتب وأدوات المدرسة. وعايزين يعلموا أولادهم، عايزين يعلموهم تعليم كويس. فمش هحملهم فوق طاقتهم كمان انهم كل يوم ازاي ينوعوا في اكل اولادهم بالطريقه دي. فالنهايه عايزه اقول لكم الراحمون يرحمهم الله. بس انا فعلا كنت متضايقه من الموضوع ده جدا وكان مستفزني جدا، فحبيت اطلع بالفيديو ده علشان اوضحه واقول لكل مامز راعي ظروف المامز التانية. لو انت ربنا مديكي ومقدرك فلازم نراعي ظروف غيرنا. الحياة بقت صعبة وبقت صعبة على الكل كمان. واحنا عايزين نعلم اولادنا، احنا بعتنهم عشان يتعلموا مش علشان ياكلوا ده ولا ده ولا ده. لو انا عايزه اكلهم لما اروح البيت ان شاء الله اكلهم زي ما انا عايزه. بتمنى بقى من كل مامز حلوه كده انها ما تنساش اللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل فيديوهاتي. ولو انتي جديده معايا عرفيني تحت في الكومنت عشان ارحب بيكي. في رعايه الله، مع السلامه.